السلام عليكم. تعالوا النهاردة هنعمل أحلى كيكة شوكولاتة ممكن تعملوها، بجد طعمها خطير. هننزل في بولة بحوالي نص كوباية من الزبدة وكمان الزيت، هننزل بكوباية الا ربع من السكر، نبدأ نقلبهم كويس. بعد كده هننزل بحتتين من البيض، كمان رشة فانيليا ويفضل تكون سايلة. بعد كده هنقلبهم كويس جدا لحد لما لونهم يبدأ يبقى لون الكريمي. نبدأ ننزل عليهم بكوباية من الحليب ويفضل يكون دافي. هنقلبه كويس بحيث لو في سكر يبدأ يدوب مع اللبن او الحليب. بعد كده هينزل بكوباية ونص من الدقيق، وحوالي معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وثلاث معالق من الكاكاو الخام. طبعا الدقيق منخول وكمان الكاكاو منخول علشان ما يحصلش تكتلات في الكيكة وكيكة تبوظ مننا. بعد كده هنقلبهم في اتجاه واحد، وبعدين هنجيب صينية ندهنها زيت او زبدة او سمنة وحوالي رشة من الدقيق، وفي الاخر هننزل بالخليط في الصينيه. اهم حاجه بعد ما ننزل في الخليط هنخبط الصينيه بس علشان نطلع منها الفراغات، وبعدين هندخلها الفرن على درجه حراره 180. هتاخد بالظبط 30 دقيقه او ممكن اكتر على حسب الفرن. بعد كده لما طلعت بالجمال ده نبدا نسيبها تهدى شويه، وبعدين نجيب الصوص بتاعنا، او ممكن صوص شوكولاته او ممكن ده صوص كاكاو عادي. بعد كده هننزل عليها بالصوص، ممكن نزينها بالشوكليت شيبس او ممكن نزينها بالفورماسيل، ممكن نزينها بقطع الشوكولاتة. وبجد احلى كيكة ممكن تعمليها، طعمها حلو جدا. واشوفكم على خير في وصفة تانية. مع السلامة.